بسم الله الرحمن الرحيم. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنشوف إضافة جميلة جدا في جربر 17. حلوة قوي وكنا بنعملها يدوي زمان. هو إننا لو جالنا باترون من بره، من مصدر خارجي يعني، وطلب مننا إن إحنا نعمل قطعة إضافية عليه أو نعدل عليه بإضافة أو بالسلب، وطلب مننا إن إحنا نعمل نفس جدول المقاسات المعمولة بيه عشان نضيف القطعة الجديدة معاه وتظهر معانا في الاوردر والماركر يتعمل سكسس ويشتغل على طول. طيب كنا الاول ان احنا بنعمل الماركر بتاعنا، كنا بنطلع الباترون ونشوف واخد جدول مقاسات ايه. تمام. وبعد كده بنطلع جدول المقاسات. طيب في عندنا جدول المقاسات اهو. طيب وليكن عندي انا عملت القطعة هتكون مثلا كم، يعني وليكن كم. الكم انا المفروض هاخد قيمته وهدخله، فمعنا الكم اهو. طيب ازاي انسخ جدول المقاسات اللي هنا ده واحطه هنا؟ طيب وانا ما عنديش جدول المقاسات. تمام. يعني جدول المقاسات اللي هو بالداتا 90، اللي هو الجداول دي كلها انا مش محتاجها، هنمسحها خالص. تمام. انا عايز انسخ او عايز المقاسات اللي محطوطة هنا انقلها على المقاس ده. يعني هنا المقاس ده واخد سايز واحد، واخد مقاس واحد هنا. هنا ده واخد مقاس 12 واخد اكتر من مقاس. تمام. ففي اوبشن حلو جميل جدا موجود في النسخ، معرفش موجود لحد اصدار كام، بس موجود في جربر 17. هنخش على جريد، وعندنا في السايز لاين هناخد كوبي سايز لاين. تمام. هنا بيقول لك سيلكت القطعة المرجعية ليك، هنقول هنا او القطعة سيلكت تارجت بيس اللي هي القطعة التانية. تمام. كليك يمين اوكي، كليك يمين اوكي. القطعة دي احنا مش محتاجين دي دلوقتي خالص. القطعة دي دلوقتي بقت واخدة نفس السايز لاين بدون ما ممكن اعملها. كان الاول ممكن نعملها ان احنا نكريت رول تيبل، بعد كده نقول له من جريد اساين رول تيبل ندور على القطعة، وبعد كده نخش على الرول تيبل بتاعتها وندور عليها. فدي بتنسخ الرول تيبل من قطعة موجودة. تمام. طيب انا لو عندي قطعة بالفعل مش عايزين الكم ده تاني. طبعا انا عندي الكم ده، عندي الصدر ده وعليه رول تيبل، وانا عايز ابعت الباترون او ابعت لحد الرول تيبل بتاعتي دي يكمل لي شغل عليها. مش شرط ابعت له الباترون، ومش شرط ان انا اتعب حالي في الحتة دي. في اوبشن تاني حلو جميل جدا. خش على جريد. تمام. بعد كده في موديفاي، في عندنا اكسبورت رولز. تمام. وعندنا اوبشنين في الاكسبورت. تمام. هنحدد من هنا الديفايس اللي هو البارتيشن، ومن هنا الستورج اريا هنحطها في الداتا 90. بيقول لك هنا انتر نيم لايبراري، فهنحط اسم جدول المقاسات ده وليكن AB1. AB1 ماشي اوكي. بيقول لك rule table AB1 storage area doesn't exist, do you want to create it؟ قول له اوكي. تمام. بيقول لك select a piece or a point to export rules. انا عايز select البيس. تمام. حدد النقاط اللي هي جريد بوينت اللي عندي، حددها. تمام. كليك يمين اوكي. process complete for rules exported. هنرجع على الداتا 90. لو دخلنا دلوقتي على الجي وعلى الداتا 90 هنلاقي في جدول مقاسات هنا اهو. لو دخلنا على الداتا 90 الجدول تحت اهو، نخش عليه هنلاقي بالفعل ان في جدول مقاسات اتكريت، او رول تيبل اتكريت عندنا بالقيم المظبوطه اتشفت واتنقلت على الجهاز. تمام. دي اول طريقه. الطريقه التانية اللي انا مش عايز اعمل اكسبورت داخل الاستورج اريا، لا انا عايز اعمل اكسبورت في يعني لملف رول عادي. فانا ممكن اخش من جريد اكسبورت رولز. تمام. اخش على نفس الاستورج اريا واسمي نفس او اغير اسمه، مش هتفرق، هيقول لك برضو ان هو مش موجود. عايز تعمل كرييت هنقول له اوكي. تمام. وهنعلم على هنا اكسبورت رول تو رول فايل. تمام. ونقول له كده كليك يمين اوكي. بيقول لك بروسيس كومبليت رولز اكسبورتد. تمام.
ويقول لك انت هتسيبها فين، وليكن هسيبها على الديسكتوب. تمام. ويقول لك سيب. انتظر شويه، وهيقول لك ان هنا مفيش ولا ايرور ولا وورنينج، فاحنا كده تمام. بيقول لك اكسبورت سكسسفول. فده كان كده اوبشن جميل ان احنا ازاي نسهل على نفسنا. يا ريت تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم فيديوهات جميلة زي اللي انتوا شفتونها دلوقتي. كل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.